بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده معانا مثل صعيدي صعب ان حد يفهمه. بس هنقوله وهنشرحه دلوقتي مع بعض. المثل بيقول اللي ما يعرفش الصقر يشويه. ومعناه ايه بقى؟ معناه اللي مش فاهم قيمة الحاجة او الشخص ممكن يظلمه او يسيء ليه بدون ما يقصد. الصقر طائر غالي ونادر، ومش أي حد يعرف قيمته، لكن الجاهل ممكن يفتكره زي أي طير ويقوم يشويه وياكله وهو مش عارف إنه بيضيع كنز من إيده. وإمتى بقى بنقول بيتقال إيه؟ لما حد يسئ الظن أو يقلل من شخص محترم أو قوي أو له قيمة بس هو مش عارف مكانته، فبنقول له إيه المثل ده كنوع من العتاب والرد عليه. وهنفهم المثل ده بالحكاية اللي جاية. الحكاية بتاعت ايه بقى؟ بتقولك راجل صعيدي اسمه مرعي، معروف في البلد بالشجاعة والكرامة، ولكنه غامض ومش بيحكي كتير عن نفسه. يعني ما عايش مع نفسه وعايش مع حاله، ومحدش بيعرف عنه حاجات كتير ومع نفسه يعني. يوم ورا يوم حصلت سرقة كبيرة في السوق، والناس بدأوا يتهموا بعض، وللأسف واحد جاهل اتهم مرعي وقال أكيد هو إيه اللي عملها. هو دايما ساكت ومحدش عارف له شغله ايه، يعني بيشتغل ايه. الناس اتلموا كل واحد بيقول رأيه، لكن مرعي ما تكلمش، بس عينيه كانت بتطلع نار. وفي تاني يوم اكتشفوا ان الحرامي الحقيقي طلع مين بقى؟ طلع واحد من أقارب الراجل اللي هو اتهم مرعي. وقتها مرعي بص للراجل وقال له يا ابني اللي ما يعرفش الصقر يشويه. ومن ساعتها كل الناس سكتت وعرفوا قيمة الراجل اللي كانوا شاكين فيه. العبرة من المثل ان الانسان الجاهل ممكن يغلط في الناس الكبار علشان مش عارف قيمتهم، لكن لازم نتأنى قبل ما نحكم على حاجة حاصلة مع اي حد اللي ما نعرفش معدنهم. كانت معاكم جدة ملك وأمثالها الشعبية. قولوا رأيكم في التعليقات وبتتابعوني منين، واستنوني في المثل الجديد. سلام يا حبايبي.